السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. مختل عقلي يتسبب في مقتل والدته بمدينة مراكش. قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار. إليكم التفاصيل. في واقعة مأساوية هزت جماعة دار الزيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، لقيت سيدة خمسينية مصرعها على الفور صباح أمس الثلاثاء إثر انقلاب سيارة إسعاف كانت تقل نجلها المختل عقليا في اتجاه مدينة مراكش، فيما أصيب مرافقها بجروح متفاوتة الخطورة. ووفق معطيات حصلنا عليها فإن الضحية كان رفقة ابنها المريض نفسيا وشقيقها داخل سيارة إسعاف تابعة لجماعة دار والزيدوح قادمة من دوار المغارير في اتجاه مستشفى مراكش، قبل أن يقدم الشاب في لحظة هستيرية على انتزاع مقود السيارة من السائق، ما أدى إلى انقلابها بشكل مفاجئ بمنطقة ولاد رميش على الطريق الجهوي الرابطة بين دار والزيدوح ومراكش. الحادث المروع أودى بحياة الأم في عين المكان في مشهد صادم خلف حالة من الذهول والاستياء في صفوف ساكنة المنطقة، التي تساءلت عن غياب مرافقة طبية مختصة داخل سيارات الإسعاف أثناء نقل المرضى العقليين. هذا وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال لتلقي الإسعافات، فيما فتح تحقيق من قبل الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة ظروف وملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات. شكرا لكم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.